مين يا ده؟ انا شفتك فين قبل كده يا واد؟ دلوقتي طلبت ان ابن احمد شوبير يعتذر لي عشان الاهانه اللي اهانها لي. ما اعتذرش، انا بقولها قدام الناس. احمد شوبير ما عرفش يربي. احمد شوبير ما عرفش يربي وابنه مش متربي. شتمني شتيمه تمس الشرف. بس انت ايه يا ابني؟ انت طالع لعيبه الاهلي في البخ يا ابني؟ انت مش جاي معاهم من المانيا على المغرب وقابلتهم في المطار وقعدت تمسك لي علم الزمالك وتقول لي وداد وبتاع؟ برضه انت مروح تكعمل في لعيبه الاهلي؟ ده ربنا يا ابني، ده ربنا يا واد. بص، الصدفه خير من الف ميعاد. ربنا اراد اللي انت جيت واتريقت على لعيبه الاهلي وربنا كسفك وكسف الزملكاويه بعد الزملكاويه اللي كانوا عاوزين يشمتوا في الاهلي، وربنا رد الاهلي اعتباره وخلاهم يتكعبلوا فيك في مطار المغرب وانت مروح وهم راجعين على القاهره عشان يقلوا منك عشان يقلوا منك. تعال نشوف لعيبه الاهلي وخصوصا مصطفى شوبير وسيد عبد الحفيظ عملوا ايه في المشجع الزملكاوي اللي كان جاي من المانيا يشجع الوداد. يلا بينا نشوف، خش شوف. انا عايز بياناته يا فندم. يا فندم انا عايز بيانات الشخص اللي هزقني. ديتي الكوميساري. ماشي. عايز اخد بيانات الشخص ده. دي الكوميساري. يا فندم لازم تقول لي اسمه عشان اعمل ضده بيان. الشخص ده اللي سنه في قد اولادي قال لي شتمني شتايم مخله. عايز اعرف اسمه. نادي القيم والمبادئ. عايز اعرف بياناته. ممكن تمشي لمكتب الشرطه. اللي الاعلام بتاعهم بيقولوا ان هم يتجنبوني، ودلوقتي اللي عملوه وقله الادب معايا دي لازم مصر تعرفها. نادي القيم والمبادئ يا خطيب. نادي القيم ولادك بيعملوا ايه يا خطيب؟ استاذ كلمتين. هذا الحارس الثاني للاهلي، انت تعرف منو الحارس الثاني؟ ما اعرفوش. الحارس الثاني ما اعرفش يا فندم. انا عايز اعرف اسمه. اعرف اسمه. عايز اعرفه لو سمحت. اعرف اسم الراجل اللي هزاني. حقي. ساعد الضابط يقول لك كان ياخذك حقك. ماشي. انا بقولها دلوقتي. طلبت ان ابن احمد شوبير يعتذر لي عشان الاهانه اللي اهانها لي. ما اعتذرش، انا بقولها قدام الناس. احمد شوبير ما عرفش يربي. احمد شوبير ما عرفش يربي وابنه مش متربي. شتمني شتيمه تمس الشرف. بس وخطيب واقف جنبه وكل كبار الاهلي واقف جنبه وسمحوا له. النادي ده ما عندوش قيم ولا مبادئ عشان يسمح ان لعيب يشتم واحد في سن ابوه ويتلم 20 لعيب على واحد بس. انا ما كلمتش اي حد فيهم.